بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله دائما وأبدا. في البداية كل التحية والتقدير لحضراتكم، وحشتوني كتير. يمكن آخر جولة كانت من حوالي 20 شهر، تحديدا كانت في 20 مايو 2021. كان آخر سوق تقريبا اتعمل في المكان ده، ومن التوقيت ده ما كانش فيه سوق منتظم. كان مدينة نصر كانت في منتهى العشوائية، والحقيقة أنا فضلت إن أنا ما أصورهوش. النهارده ده 13 يناير 2023. يمكن السوق ابتدى يرجع بكثافة قوية جدا. حاجة بس حابب أشيد بيها إن أنا وأنا جاي اللوحات الإرشادية بطول الطريق، يعني من أول طريق السخنة ما بتاخده بتوصلك لغاية هنا. المكان هنستعرضه مع بعض أثناء الجولة، حاجة فعلا جميلة جدا يعني. رسم الدخول 50 جنيه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الجولة عشان ما نضيعش الوقت في الكلام في البداية. كيا كارنز موديل 2013. طبعا احنا الاسعار اللي هنقولها النهارده احنا ما نعملش مقارنه خالص بالجولات اللي قبل كده يعني. كارنز 2013 العربيه بره وجوه باستثناء مرمى بسيطه في الكبوت الامامي. 183 الف كيلو، فيها ورقه. الترخيص عنده تجديد شباك في شهر 6 2023 والفحص في 2025. عفوا. السعر المطلوب قبل الفحص والتفاوض 360 الف. كارينز 2013 بره وجوه باستثناء مرمى في الكبوت، 183 ألف كيلو. مرور الشرقية السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 360 ألف. تليفون صاحب العربية هينزل للي حابب يتواصل معي. نيسان صاني 2022. نيسان صاني موديل 2022. العربية فيها بعض المرمات الخارجية، يعني نقدر نقول حزام. عاملة 22 ألف كيلو. مرور الجيزة، فيها رخصة لغاية شهر 7 2023. السعر بيتكلم فيه قبل الفحص والتفاوض 325 ألف. والراجل متواجد في المهندسين. أكيد تليفونه إن شاء الله هننزله للي حابب يتواصل معي. أول مرة تانية في عجالة نيسان صاني 2022 مرور الجيزة. العربية رخصة لغاية 7 2023. مطلوب فيها 325 ألف، والراجل قال فيه تفاوض بعد الفحص. تليفونه هننزله. وده سعر النيسان صاني النهارده في سوق السيارات في العين السخنة. لينا مدة كبيرة ما صورناش اللانسر بومة. ميتسوبيشي لانسر بومة، العربية موديل 2008. رشة بره بالكامل. عاملة 183 ألف كيلو عداد. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 185 ألف. العربية مرورة حومدية وفيها رخصة سنة. أقول تاني معلش أنا بكرر عشان خاطر الطيارات الهوائية هنا بتبقى صعبة شوية. لانسر بومة موديل 2008. العربية رشة بره بالكامل. الدواخل بيقول فابريكا، طبعا ده بيبان في الفحص. العربية مرور الحومدية جيزة، فيها رخصة لمدة سنة. المكنة 1600 والتكييف بتاعها شغال. السعر مطلوب زي ما قلت قبل الفحص والتفاوض 185 ألف. انا الحقيقه قبل ما استعرض العربيه بس انا ما لقيتش صاحبها عشان اجيب تليفونه يعني، لكن هي العربيه هيونداي الانترا اتش دي الجمل. موديل 2010. العربيه مطلوب فيها 290 الف. طبعا بقيه التفاصيل انا مش عارف لان هو الراجل مش متواجد جنب العربيه، لكن احنا بنقول السعر اللي شفناه النهارده. الانترا اتش دي موديل 2010 صاحبها طالب فيها 290 الف. يطلع قدامك. نيسان صاني موديل 2015. العربية لوحات المنصورة فابريكا دواخل. بره هي الحتة اللي عند الرفرف اليمين اللي عندي دون اللي ناحيتنا. عاملة 145 ألف كيلو. العربية اللي هي الاي اكس مش السوبر صالون. السعر مطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 245 ألف. وطبعا اوبشن زيادة كده اللي احنا بنحبه في مصر، العربية بتاعت دكتورة جامعية. نقول تاني نيسان صاني 2015 اللي هي ان 16. العربية عاملة 145 ألف كيلو عداد. الصالون حالته جيدة جدا يعني. العربية نمر منصورة، فيها رخصة لغاية 7 2023. السعر المطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 245 ألف. وهننزل تليفون اللي انتوا هتتواصلوا معايا يعني في حالة ان في حد حابب يتواصل.
موقف بس من الكواليس اللي أنا باحب أعيشكم فيها، يعني العربية أنا مش هاجيب لوحتها، المشاغبات اللي هي القديمة، العربية دي كيا سيراتو 2010، فكان في ناس بيسألوا دلوقتي على السعر. صاحب العربية طبعًا هو ليه مطلق الحرية يحدد السعر اللي هو عايزه يعني. قال 330,000. سلِّكنا بينهم سلِّكنا بينهم. نكمل الجولة بتاعتنا. يمكن هاكتفي بالجزء ده من جولة الجمعة 13 يناير 2023 في سوق السخنة. الحقيقة انطباعي عنه جيد جدًا، السوق حاجة جميلة جدًا وفعلًا تليق باسم مصر وباسم أو بحجم التجارة كمان اللي هي حجم تجارة العربيات المستعملة، إن المجال ده كبير جدًا. وغياب السوق، معلش بقى أنا هاطوّل شوية في نهاية الفيديو، اللي مش حابب يسمع الكلمتين أنا صوّرت العربيات في الأول. الوضع التالي أو الوضع الحالي كالتالي: من خلال أصدقائنا اللي هم أصحاب معارض السيارات أو الناس اللي هي مراكز الفحص، حالة ركود غير طبيعية. طيب بالنسبة للأسعار، لأ، للأسف الشديد الأسعار متوقع إن هي ترتفع خلال الفترة الجاية لأن الدولار بيرتفع. هنقول المستعمل إيه علاقته بالدولار؟ لأ، هي فعلًا لأن اللي بيبيع بيبقى بيغيّر، فبيقول أنا مش هابيع عربية وأخسر فيها. قصة إن هو كان شاري بكام دي القصة دي خلاص يعني انتهت. أنا آسف إن أنا باقول الكلام ده بس أنا راجل واقعي يعني. إحنا مثلًا بنقول العربية اللانسر بومة أو الكيا سيراتو 2010 والبومة 2007، 8 دي كانت ب160,000 ساعة لمّا كان الدولار ب16 جنيه، يعني كانت بتعمل حوالي $10,000. القياس مع الفارق طبعًا، يعني مش أنا مش باضرب المثل ده كمبرر، لكن اللي بييجي يبيع بيقول لك دلوقتي طيب أنا استخدمتها من 2000، يعني الدولار كان بالمبلغ ده قريب يعني في 2018، 19 ولغاية سنتين فاتوا أو سنة فاتت كمان يعني. فمعدلات الاستهلاك اللي هي على الارتفاع اللي حصل كبير في العملة عاملة تشُك مع الناس مش قادرة حتى تقيّم عربياتها، يعني حتى أنا عندنا على الجروب بوستات كتير جدًا ناس بتعمل evaluation أو تقييم للعربيات بتاعتها. فالسوق فيه حالة ارتباك كبيرة جدًا. طيب نقول للناس اشتري أو ما تشتريش، دي على حسب بقى احتياجك للعربية، لكن كل المصادر اللي جاية لنا أو المعلومات اللي جاية لنا وهي فعلًا بدأت إن في زيادات في العربيات للأسف الشديد يعني. سعيد إن أنا كنت مع حضراتكم النهارده بعد غياب مدة كبيرة، وأنا صوّرت فيديو منفصل المكونات بتاعة السوق هنستعرضها، هنشوف إيه اللي موجود في السوق دوًّا اللي أنا قُلت إن أنا مبسوط منه. أشوف وشكم على خير، والسلام عليكم.